صباح الخير أصدقائي ويا حي الله بيكم. طبعا أكو فد معلومة أحب أنوه عليها. مثل ما تعرفون الفصل الأكاديمي للسنة القادمة ولهذه السنة هو خلص بعد ما أكو تسجيل على هذه السنة، ولكن أكو فرصة. هذه الفرصة هي قريبة جدا. حاليا احنا نهاية شهر 11، انت عندك دوام بداية شهر الثاني، تقدر تسجل وتقدم وتدفع وتروح من الآن إلى بداية شهر الثاني لسنة 2024. هاي فرصة عندكم، حاول تستغلها. طبعا بالمناسبة المقاعد ممكن تقبض بأي لحظة، المقاعد راح تكون قليلة على الفصل القادم. عندك فرصة حاول تستغلها. اللي ما صارت له الفرصة بالفصل السابق عنده فرصة للفصل المقبل، وبالتوفيق للجميع. طبعا وبالمناسبة تقدر تزورنا، احنا موجودين ببغداد المنصور مقابل مول المنصور، وكذلك موجودين باسطنبول مقابل مول هيستوري بشارع دوار وطن. مثل ما قلت لكم انا سيف شخصيا موجود كذلك هذا الاسبوع باقي بموقعنا ببغداد المنصور، تقدرون تزوروني ويا حي الله بكم. طبعا اللي يريد يدرس بكالوريوس طب اسنان او صيدلة او الطب البشري او حتى بقية التخصصات، مطلوب عندك وثيقة تجيبها باللغة الإنجليزية. إذا ما عندك وثيقة ممكن تأيد باللغة العربية، وإذا ما عندك هم كذلك تقدر تاخذ لنا صورة للموقع تدزنا إياها، وكذلك ترفق لنا نسخة من جواز السفر مالتك. أما الطلاب اللي مخلصين بكالوريوس ويريدون يدرسون ماجستير فمطلوب منهم وثيقة بالدرجات اللي هي باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى نسخة من الجواز السفر وصورة شخصية، ونحن في انتظاركم. أما طلاب الدكتوراه فمطلوب من عندهم دبلوم وترانسكريبت مال البكالوريوس ومال الماجستير، كذلك نسخة من جواز السفر دزلنا إياها. طبعا احنا عندنا خصومات خاصة بينا ممكن ما راح تلقيها عند مكتب ثاني، وبالخصوص بالجامعات القبرصية. بالجامعات القبرصية عندنا خصومات تصل إلى أكثر من 70% من الأجور الدراسية. يعني مثلا على سبيل المثال قبل كم يوم عندنا طالب أجور الدراسة مالته هو 10,080 يورو، مال الدكتوراه كله كامل. ايش قد صار؟ جبنا له خصم 95%، يعني صار القسط مالته أخل بلاش. طبعا هاي الخصومات تعتمد على عدة شغلات. أولا معدل الطالب، بالإضافة إلى الجامعة اللي متخرج من عندها. ثالثا عمر الطالب، هذه مهمة جدا عند التقديم، وإحنا راح نسعى لك نجيب لك خصم كلش حلو. أهم شغلة أنا أريدك أنت تركز عليها إنه أنت ترتب وضعك، الأمور المادية والأمور العائلية، حتى أنت تفرغ ذهنك تماما وتجي عندنا. إحنا راح نقول لك شنو عندنا برنامج كامل نشوف لك إياه، برنامج قبرص، شنو تحتاج وشنو تريد، أو تركيا بصورة عامة، شنو تحتاج وشنو تريد وشنو المتطلبات، وإحنا نركز على السلبيات قبل الإيجابيات حتى تكون بالصورة أنت، حتى من تروح ما تنصدم. طبعا أنا دائما أهم نقطة إنه أنا أركز عليها، يعني بعض المكاتب أو بعض الأشخاص اللي يدزولوا طلابه واللي يشتغلون وياه يقولوا له أنت متشائم. بالعكس والله أنا ما متشائم، أنا كلش متفائل، ولكن أنا ما أريد أورطك، أنا أريد أحكي لك إياها كلهن 1 2 3 حتى أنت تكون بالصورة، حتى بالتالي ما تجي تعاتبني تقول أستاذ سيف هاي النقطة ليش ما قلت لي إياها. بالعكس أقول لك السلبيات وبعدين أقول لك الإيجابيات، وانت راح تروح تدرس الموضوع. بالتالي انت راح تفتر وتجي عندي، لانه كل المعلومات الدقيقة هي عندنا. طبعا بالمناسبة احنا نختلف عن بقية المكاتب، انه احنا جهة تنفيذية مو مثل بقية المكاتب. مثلا بقية المكاتب يستلم الاوراق من عندك ويدزهن الناس، هم عنده مندوبين او متفق ويا ناس على اساس عمولات وهالامور هاي. احنا لا، احنا نستلم اوراقك، احنا نشتغلهم بيدنا، يعني احنا كل شيء نسوي لك بايدنا، ما يحتاج احنا ناخذ معلومه من احد، احنا ناخذ المعلومه من الجامعه، او بالاحرى هي الجامعه تنزلنا المعلومه، فاحنا جهه تنفيذيه داخل الجامعه. يعني قلت لك انت بالتالي راح تلف الدور وبعدين ترجع علينا. ومع ذلك انه كل اخواننا واصدقائنا حتى اللي هم منقدمين يمنا احنا جاهزين وحتى نساعدهم.